لكن لابد من تحية المنتخب المغربي في المشاركة هذه اللي وصل للدور النصف النهائي هو المصري، ولكن الهزيمة نتاع 6-1 ثقيلة جدا. يعني خلتنا ننساو الباركور نتاع مصر. الهزيمة 6 راهو مش شوية يا اخي. انا حزين جدا جدا فوق ما تتخيل. كلنا والله حزانة. يعني احنا ما نستاهلش ان احنا نخسر 6. لازم نكون كلنا منصفين. انا على فكره اولا انا كنت متوقع ان احنا هناخد رابع وهنتغلب من المغرب. لا اولا الستة. خلينا نكون منصفين. انا بهنئ المغرب طبعا. المغرب لازم ياخد الذهبيه. لو قلنا الحق بتاع ربنا، المغرب احسن فرقه في البطوله. يا كابتن ايمن، الكوره انفراد زياش في اليوم ده انتبه في المغرب. الكوره انفراد للمغرب ردت بهدف اسبانيا. ايوه يعني الكوره كمان لا يمكن تضيع من زياش. ما اتفرجت على الماتش. السلام عليكم اصدقاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي جبنا لكم اول تعليق، ولاول مره الاعلام التونسي كيهضر على فوز المنتخب المغربي ب6-0 على المنتخب المصري، وكيهضر كذلك على تتويج المنتخب المغربي بالميداليه البرونزيه لاول مره، لان الاعلام التونسي في هذه دوره الالعاب الاولمبيه ما هضرش بتاتا وما هضرش مره على فوز المنتخب المغربي على شي فريق او لا التتويج ديالو بالميداليه البرونزيه. وفي هذا الفيديو الاخوان غادي يقولوا الحقيقه كما هي، يقولوا بان المنتخب المغربي بالفعل هارب على المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، والنتيجه كانت في تحديد المركز الثالث، واللي كانت ثقيله بزاف ولكن مستحقه. وكذلك الاخوان نسمعوا الاعلام المصري شنو قال واحد الكلمه كبيره بزاف خاصكم تسمعوها، لذلك بارطاجيتها معكم. قال لك سيدي بان سفيان رحيمي بوحدو يساوي فريق من شمال افريقيا. سفيان رحيمي بوحدو فرقه، اشرف حكيمي بوحدو فرقه، الياس اخوماش بوحدو فرقه. يعني المنتخب المغربي عنده بزاف الفرقي في منتخب واحد. فيديو زوينه الاخوان، فيديو نقي بغيتكم تشوفوه وتستمتعوا به. ما تبخلوش لنا بالدعم ديالكم عبر الضغط على زر لايك باش الفيديو ينتشر وصل لكاع المغاربه ويستمتعوا به. خلوا لي الاراء ديالكم حول الاداء ديال المنتخب المغربي، كيف جاكم في هذه الاولمبياد، واش كنتوا كتسناو منه على انه يحصد الميداليه البرونزيه ولا لا، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش حتى هما يستمتعوا به. المنتخب الاسباني توج بالذهبيه، لكن لابد من تحية المنتخب المغربي في المشاركة هذه اللي وصل للدور النصف النهائي هو المصري، ولكن الهزيمة نتاع 6-1 ثقيلة جدا. يعني خلتنا ننساو الباركور نتاع مصر. الهزيمة 6 راهو مش شوية يا اخي. هون دوا مصر فازت على اسبانيا في دور المجموعات. شفت لا ريوسيت نتاع المنتخب الاسباني نتاع المغربي. المغاربه تكنيكمون زاد ظهر الفوارق، وزيد اخويا عداو كرام ماتش زيد. معناها لانه المغرب اليوم اخذت خطوه لقدام عالميه في السنيور والموند 21 مالغري كو يلوم على الركراكي في التدخلات نتاعو اللي صار بينه وبين السكتيوي هو المدرب. ولكن شفنا في اسبانيا دي فوانتي كيفاش هبط لي مدرب المنتخب اقل من 23 سنه. تعرف احنا بعد ساعات لك البوليميك والصوره والحكايه ديما ندخلوا فيهم الفعفع. اما المنتخب المغربي قاعد يخدم في خطه ثابته، قاعد يحضر في كاس العالم. هربوا بينا من جميع النواحي، فنيا وخاصه ذهنيا وفي الانفراستركتور وسورتو الكاليتي موجوده تاع الملاعبين. مالا ريتشاردسون هذا ريتشاردسون شنو اسمه؟ ريتشاردسون الحقيقه نعرف كان ريتشاردسون لاعب عايش في اوروبا. فما رحيمي زاد رحيمي كما نقولوا قام معناها مش هذا هو ريتشاردسون. رحيمي مهاجم العين اللي مرت معناها فاق في الشامبيونز ليغ الاسيويه، وكي استدعاه معناها كمل هداف 9 اهداف معناها اكثر واحد كمل هدافين في العرب. ثبت لنا ريتشاردسون هذا منين بالضبط؟ مش الاسم كامل وكاو. اسيان واش عندك؟ المغرب تجني ثمار 10 سنوات عمل متتاليه على مستوى مراكز تكوين في الشبان واستراتيجيه كامله، وين معنى البوفوار السلطه هي اللي تدخلت وقالت نستثمروا في الرياضه، وعملوا الاكاديميات وجابوا اعز المدربين والمكونين من انحاء العالم، وراهنوا على لي فورماتور وكذا دجناو الثمار، واللي باش يكونوا زاد على مستوى يعني المغاربي والافريقي والعالمي عندهم بلاصتهم في يعني تقول انت سياسه الدوله كانت واضحه. هذا هو كانت واضحه، شجعوا وكذلك تصور كبير برشا، وعملوا ان بوليتيك. نشوف الاورجانيغرام نتاع الفيدراسيون ماروكان وتقارنوا بالاورجانيغرام نتاع لي جراند فيدراسيون على مستوى العالم، سواء تلقاهم متشابه. ناس تصبر،
الناس ماشيين بخطى ثابته، ما عندهم حاطين اهداف، وهنا نشوفها على مستوى النتائج. لكن في المقابل طبعا حتى على المستوى الافريقي المغرب يعني خذا شوط كبير على خاصه على بلدان شمال افريقيا. اليوم احنا وين وهما وين، حتى على مستوى النوادي نشوفوا اللي النوادي المغربيه موجوده في الادوار النهائيه باستمرار للكؤوس الافريقيه، ثم اكثر من ذلك حتى على مستوى الكاف سيطره مغربيه من كتب عام الى المؤثرين في الاتحاد الافريقي كلهم مغاربه، الى نائب رئيس الاتحاد الافريقي طبعا فوزي لقجع اللي موسي تنتو راهو اذا كان حطيت استراتيجيه وسياسه معينه، يعني لان وراها رجالات تخدم على مستوى الهياكل ويهزوا بعضهم يعني للهياكل الدوليه، والكل يمشي مع بعضه. يعني ناس قاعده تفكر، ناس تتخمم، وكذلك زي كل واحد يعمل في العمل المناط بعهدته. ما فماش تداخل الفني في الهيكلي، ما فماش تداخل، فما امور واضحه والنتائج هنا نشوفوها. امين. اذا المشاركه التونسيه امير ريشارلسون امير ريشارلسون نقطه وحيده، معناها كل لاعبين، معناها فما 3 لاعبين يلعبوا في بطولات عربيه من الكل، جانت بي اس جي، شارلروا، ريمس، موناكو، في ريال، موجود كان رحيم العين، والجارديان يلعب في الوحده السعودي، ومدافع النقاش يلعب. شفت كيفاش يسيبوا لاعبيتهم ويبحثوا على المواهب نتاعهم اللي تلعب في الفرق الاوروبيه، لانهم يعرفوا التكوين في الفرق الاوروبيه حتى لو كان مش يلعب في الفريق الاول، فانه كي يتكون في مدرسه كبيره طبعا يجي ينجم يقدم الاضافه. هو في وسط ميدان الخنوس وريتشاردسون وزلزولي راهم لعبوا مع الراجراجي. لعبوا خنوس لعب في الكبده، لكن نقطه وحيده في المغرب كي تلعب كاس افريقيا خارج شمال افريقيا راهي ديما لانه تاثر عليه المناخ. ياثر عليه المناخ، وعندهم اوبجيكتيف انه يهزوا الكاس افريقيا الجاي اللي هي في بلادهم. طبعا انا حزين جدا جدا فوق ما تتخيل. كلنا والله حزانه. يعني احنا ما نستاهلش ان احنا نخسر 6، لازم نكون كلنا منصفين ونعرف ان انت لسه من يومين 3 عمال بتمجد في منتخب الاولمبي بعد اسبانيا وبعد بتقول ودي حقيقه، المنتخب الاولمبي فيه لعيبه على مستوى عالي جدا 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 جدا. تمام. وبعدين في نقطه قالها الكابتن سعيد، تعال نعد مع بعض مين اللي بيلعب في الدوري الممتاز. 3 4 انت عندك بالاسماء حمزه علاء ما بيلعبش بقاله 2 3 سنين، بطل ان هو يعمل بطوله زي دي. اوكي، عندك احمد عيد باك رايت في المصري ما بيلعبش، صح؟ ده انا فاكره على فكره بطل، اقسم بالله كان بيشارك بسيط لحد ما اتصاب بس محمد طارق قليل جدا يا محمد، ما بيلعبش اساسي. انا بكلمك على لعيب اساسي بيلعب، لعيب اساسي زي حسام عبد المجيد، لعيب اساسي. عمر فايد بطل، مع ان انا حزين، انا زعلان منه طبعا، لانه كان نقطه تحول في مسيرتنا كلها. عمر فايد انا بحبه جدا ومن اولادي. محمود صابر بيراميدز ادال زد وعامل خناقه. انا هقول لك خلينا نمشي واحده واحده. عمر فايد راح احترف، كان ماشي في الدوري المصري بشكل كويس، وده من اولادي في 2003. اوكي، لعيب كويس جدا، بس انا بقول لك انا زعلان منه جدا لانه برضه لسه صغير ولسه عنده خبرات وهياخد خبرات. انت كان نقطه تحول جامده جدا 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 في مباراه فرنسا، لان انت خدت انذار ملوش لازمه اللي هو الاعتراض، وبعد كده انت المفروض ان انت عارف ان انت واخد انذار، ولعيب رايح من الجنب مش رايح على الجول ولا لسه مش اكيد الفرصه، وعملت تاكلينج ملوش اي لازمه وطلعت. ده كان نقطه تحول بالنسبه لمنتخب مصر. تمام. اوكي، وكان فاضل لك 7 8 دقائق. اوكي، مع احترامي نيجي تاني لكريم الدبيس، ما بيلعبش. اوكي، ما بيلعبش. النني بقاله 2 سنين ما بيلعبش، صح؟ محمود صابر زي ما انت قلت، تفضلت وقلت على بيراميدز وراح زد ومش عارف هو فين دلوقتي، وبرضه ما بيلعبش، ومن اللعيبه الجامده جدا. محمود صابر ده لو بيلعب على طول مش هقول لك لازم يحترف، لعيب جامد جدا جدا. يعني لو تفتكر جوله بس الفلوس اللي عليه، لو تفتكر جوله في المغرب، جول الاولاني. اوكي، وتفتكر جوله اللي جابه في فرنسا، لا لعيب كبير. محمد شحاته انت خسرته في نص الملعب لانه لعيب كبير برضه، انت تلعبه في مكان في مكانه. ومحمد شحاته برضه مش لعيب
انا بعد لك بس اللعيبه. هدف الزمالك صناعه الصدفه. انا بعد لك. ايوه بس انا بعد لك يا عبد الناصر. انا بعد لك اللعيبه اللي ما بتلعبش. فانت اللعيبه دي ابطال ان انت ما بتلعبش وبتأدي بالشكل ده. صحيح. فانت كويس يعني. انت حاجه هنقول الايجابيات وفي سلبيات، استحاله ما يكونش في سلبيات طبعا. ان انت تخسر 6 ده فلازم تبقى عارف ان في سلبيات. خلينا منصفين ونقول الحق. كابتن الحق بتاع ربنا. الفرقه واضح بعد باراجواي بدنيا اخرها 45 دقيقه. الله ينور. مش 45 دقيقه. ما هم لعبوا اولا باراجواي لعبوا وقت اضافي 120 دقيقه في باراجواي، ولعبوا الماتش اللي بعديه ما قدروش يكملوا برضه 100. انت عملت فرنسا الشوط الاول، العالم كله اتكلم بين الشوطين. فرنسا انت عامل ماتش الشوط الاولاني عالمي. العالم اتكلم بين الشوطين، ما استناش الماتش يخلص. بالظبط كده. فانا عايز اقول لك يعني من بعد ما احنا قعدنا واتكلمنا عن الناس دي وقلنا فيهم شعر وكنا متاملين خير، جيت الهزيمه الرقم والله لو اتغلى على فكره. اولا انا كنت متوقع ان احنا هناخد رابع وهنتغلب من المغرب. لا اولا الستة. خلينا نكون منصفين. انا بهنئ المغرب طبعا. المغرب لازم ياخد الذهبيه. لو قلنا الحق بتاع ربنا، المغرب احسن فرقه في البطوله. يا كابتن ايمن، الكوره انفراد زياش في اليوم ده اتذبح في المغرب. الكوره انفراد للمغرب ردت بهدف اسبانيا. ايوه يعني الكرة كمان لا يمكن تضيع من زياش. ما اتفرجت على الماتش. خلينا نقول بقى، خلينا نكمل بقيه الناس برضو. اسامه فيصل بيلعب، زيزو طبعا بيلعب بس مجهد ويعني كتر خيره، واخد بالك زي اللعيبه المدبره. ابراهيم عادل لعيب عالمي ما حدش يقدر يتكلم عليه، لعيب هايل وعمل بطوله هايله، واخد بالك. لكن انا كل اللي بتكلمه على ميكالي، انا مش يعني بقول الحق بتاع ربنا. في اختيارات مش صح، خلينا نقول. هل اجبر عليها؟ لا، هو اللي مختارها. يعني واحد زي حسام اشرف اما يبقى هداف الدوري في بلديه المحله وراجل مكسر الدنيا ولاعيب عالمي، انا اعرفه وانا في نادي الزمالك وعمر الساعي ومحمد يعرفه، اوكي. وعمر الساعي اما يبقى اللعيبه دي موجوده، واحد زي نادر حواش من اللعيبه الجامده جدا وبرضه من ولادي في 2003. واحد زي عمر الساعي ده، وعمر الساعي لعيب عالمي، واخد بالك. احنا لما بنتكلم عن الناس دي يا استاذ عبد الناصر، انت اما تيجي تبص للدكه بتاعتك انت ما عندكش حد. انت حتى كل البدل اللي بينزلوا ما حدش فيهم بيزودك. مع احترامي لمظهر لعيب كويس ولاعيب بس لما مش جاهز خالص وما بيلعبش. يعني لما تيجي تقارن مظهر بحسام اشرف، لا مفيش فرق. مفيش فرق. دي كوره ما حدش هيقدر يتكلم فيها. حسام اشرف اتظلم ظلم باين، طيب واخد بالك. ودي حاجات يعني انا بقول لك حاجات يعني ايه. لكن لما نيجي نبص ان نلاقي في 7 8 لعيبه ما بيلعبوش وبيأدوا بالشكل ده لمنتخب مصر، دي حاجه جامده جدا جدا. احنا عاملين بطوله هايله، بطوله جامده جدا جدا، لكن احنا فيها فوات، وهي سببها زي ما انت بتقول ان احنا النقص اللياقه البدنيه والعامل البدني بيفرق كتير. انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، 3 ايام ماتش دي صعبه جدا. عبال ما بتلعب النهارده وتعمل استشفاء والاستشفاء وبعدين بتتنقل من مدينه لمدينه، اقل حاجه بالطياره 1.5 ساعة، اوكي. كل ده اجهاد جامد جدا جدا على اللعيبه. انا مش عايز نقصه على الجيل ده، مش عايز نقصه على الجيل ده. هل مع الابقاء على ميكالي هيبقى فين؟ لا، ما هيبقى فين دي قصه ثانيه. لا، ما هو لازم النهارده بص، لازم نخطط صح بقى. معلش، هيبقى فين؟ مش عايزين. هيبقى فين؟ اولا ميكالي انت جيت عليك فتره الشارع المصري كله بقى يقول لك ميكالي ايه ده؟ ما ينفعش، ده ميكالي ده لازم يبقى في حته ثانيه خالص. بعد ال6 الناس اتغيرت والكلام اتغير. خلينا نتكلم منصفين. المدرب نتائج وانجازات، نتائج وانجازات، هتجيبه تحطه فين؟ خلينا برضه نتكلم بالمنطق. حد بيصحح لي بيقول لي اللي ضيع الكره في المغرب حكيمي، اللي هي الانفراد الاخير ده، مش زياش. لا، جياش مش موجود. المغرب كان عنده 3 لعيبه، 3 لعيبه واخدهم حكيمي فوق السن، حكيمي ورحيمي، والجول اللي هو منير، الجول بتاعهم منير حارس المرمى. دول 3 فارقين جدا. حكيمي في اسبانيا الكره ردت من هدف. اولا حكيمي صعد المغرب. اولا حكيمي ده فرقه لوحده، هو ورحيمي جايب جول عالمي النهارده. حكيمي جايب جول عالمي النهارده. رحيمي ده فرقه لوحده. طيب. رحيمي ده في الدوري مع العين
مكسر الدنيا في دوري ابطال اسيا. ابطال اسيا، في ابطال اسيا كمان. انت بتقول مكلي، بس فين مكلي؟ في منتخب 2005 اللي هيروح بينا الاولمبياد، ومع الكابتن وائل شيتس، والكابتن وائل شيتس اشتغل معاه قبل كده. اذا كنت عايز تتكلم بلا مجامله لوجه الله. تمام. انا بقول لك عايزين نتكلم، نقول ايه بقى يعني اللي جاي ايه. انا مش عايز نقصه، انا ليه بسالك السؤال مش عايز نقصه على الجيل ده. كلنا يعني حزن، وكلنا يعني مش هقول لك الشارع المصري عامل ازاي، وانا شايف السوشيال ميديا والدنيا بسبب ستة. لا، مش مصر ما تخسرش 6. تمام. دي كارثه بالنسبه لنا، كارثه بجد بالنسبه لنا ان احنا نخسر 6. كابتن محمد ابراهيم، اخد رايك عشان نقفل الملف ده لانه ملف مضايقني. وبرضه السؤال ابدا من عندك، الابقاء على السيد ميكالي مديرا فنيا النهارده الخميس 8/8 اخر يوم في عقده رسميا. طيب بص، انا يمكن هتكلم كلام بره الصندوق شويه. يعني انا دايما ببص للنقط الايجابيه، ما ببصش للسلبيات خالص. ميكالي انا شايفه انجح واحد مسك منتخبات الناشئين والبراعم في اخر فتره، واقوى سي في، وراجل محقق انجازات بارقام نفخر ان هو مدرب منتخب. ولحد النهارده من شويه كان ميكالي افضل صفقه في المنتخبات كلها. كان منتخب مصر وافضل تعاقد، كان منتخب مصر لكره القدم هو الافضل في البطوله في الاولمبياد مع منتخب اليد. وانا اقول لك حاجه، انا فخور بالمنتخبين. انا كنت بتفرج، لا انا فخور. احنا بعيد قوي، المنتخبين دول بعيد قوي عن كل الالعاب، ما ينفعش يتقارنوا بكل الالعاب. انا متفق معاك. انا وجهه نظري بقى حاجه ثانيه خالص، تمام؟ ان ميكالي لازم يبقى موجود في اكبر منتخب، مش منتخب الاول، السكند تيم بتاع المنتخب الاول، ولازم يبقى مشرف على جميع مسابقات الناشئين والبراعم وجميع مسابقات وجميع المنتخبات الصغيره. عذرا للمقاطعه رفض. لازم انا بقول لك معلومه، لازم يرفض لان هم مش هيساعدوه. عرض عليه، مش هيساعدوه، عرض عليه الاشراف. كان كلامه مع الكابتن محمد بركات في القعده منذ ساعات: يا كابتن بركات، انا راجل مدير فني في ملعب، لن اعمل مشرفا على منتخبات. لا انا قصدي مش يبقى مشرف، انا قصدي يحط نظام. اتعرض عليه بس الشيء وبالشيء. انا قصدي يحط نظام المسابقه، لان مسابقاتنا اصلا لا هو رافض. هو الراجل رافض واضح. قال لك انا مدير فني وحابب اكمل، على فكره ما رفضش، ولكن اشتغل مدير فني لوجه الله وبلا مجامله ودون ان يفهم ان ده ضد حد. اذا كنت عايز تشتغل لصالح الكره المصريه، مكلي مديرا فنيا ل 2005 والكابتن وائل شيتس معاه. وكابتن وائل شيتس برضه من المدربين الواعدين الشاطرين واشتغل معاه طبعا وناجح معاه وحبه طبعا. انا هتكلم بقى في حاجه ثانيه يا استاذ عبد الناصر، ونغير بقى الجهاز الاداري. جاملنا كتير قوي فيه بالظبط، عشان نبقى بنتكلم برضه بما يرضي الله، ونجيب بقى ناس كفاءات، ونركب بقى مين تبع مين ومين قريب مين ومين صاحب مين ومين ولد عم مين. بص يا استاذ عبد الناصر، الكره دلوقتي الحديثه، تمام؟ احنا عندنا خطا كارثي في المنتخبات بتاعتنا وفي فرقنا وفي انديتنا. الكره الحديثه دلوقتي كل منتخبات العالم طالعه معاها دكتور تغذيه علاجيه، وده الاهم في المنتخبات في البطولات اللي بتلعب كل 3 ايام يا كابتن، لان الاكل، نوعيه الاكل بيتاثر على الاستشفاء بتاعك. يعني لو اكلت اكل كويس مدروس، وجبه مدروسه، بتساعد في زياده الاستشفاء بتاعك. زائد الدكتور النفسي، احنا منتخب مصر بعد هزيمه فرنسا احنا لاعبتنا مش مهيئين نفسيا. كمان يا جماعه احنا لاعبتنا بتلعب من غير جمهور، لما بيروحوا يلعبوا في محافل دوليه في استادات متقفله الولاد بتتخض، وده حقهم جدا. المغرب بيلعب اكنه بيلعب في ده حقهم جدا، ده حقهم جدا جدا جدا. انا شايف ان الجيل ده جيل رائع. انا شايف يا استاذ عبد الناصر، انا بضم صوتي لصوتك، وانا شايف ان الناس الكبيره في المجال لازم تبقى مستشارين فقط لا غير. وانا شايف ان الجيل الطالع للشباب ده لازم هو اللي الدوله تدعمه وتسفرنا وناخد بطولات وناخد شهادات ودورات ونتعلم. ما تزعلش مني، انا عايز اتكلم. بص احنا زهقنا. بص اذا اصدقائي واخوتي الاعزاء، كنتم تابعتوا معنا. كان هذا هو التعليق ديال الاعلام التونسي اللي اول مره كيهضر على مشاركة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس، وكيهضر على فوز المنتخب المغربي ب6-0 على المنتخب المصري والتتويج ديالو بالأولمبياد بالميدالية البرونزية. وملي قالوا بأن المنتخب المغربي يشرف القارة الأفريقية والعرب، راه ما كتبوش الإخوان. المنتخب المغربي كيف ما تيقولوا خوتنا المصرى في حته، والمنتخبات الثانيه في شمال افريقيا في حته ثانيه، تجمعهم كلهم يلاه يوازوا المنتخب المغربي. وكيف ما قال المنتخب كيف ما قال الاعلام المصري، غير سفيان الرحيمي بوحده فرقه، اشرف حكيمي بوحده
فرقة، فما بالك باللاعبين كاملين مجتمعين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى على انه ينال الاعجاب ديالكم. كان هذا هو التعليق والكلام الكبير ديال الاعلام التونسي اللي اعترف رسميا على القنوات الرسميه ديالو بان المنتخب المغربي والمغرب بصفه عامه هاربه على الافارقه وعلى منتخبات شمال افريقيا. ولكن الاخوان اذا وصلنا لهذه المرحله فهي بناء على تخطيط، على استراتيجيه محطوطه منذ سنوات طويله وهي كتنفذ. وهذا الشيء هو اللي بغيناه وكنتمنوا الخير للمنتخبات شمال افريقيا. راه حتى شي حاجه ما صعيبه، خاص غير المعقول، وفوزي القجع داير المعقول، وهذا الشيء اللي خلانا نوصلوا لهذه المرحله في عالم كره القدم. ولو ان رؤساء الجامعات الرياضيه الاخرى عندنا في المغرب تخدموا بحال القجع كيف ما خادم الجامعه الملكيه لكره القدم، كنا نشوفوا كاع الرياضات زادت للقدام. ولكن مع الاسف من غير كره القدم ما عندنا حتى شي حاجه تفرحنا. وبطبيعه الحال كنستثنيو سفيان البقالي، لان سفيان البقالي مسكين تيضرب سمره بوحدو، ما عندوش يعني حتى كيتوصل الاولمبياد عاد تيمشيو هما يتصوروا معاه. اما قبل الاولمبياد وقبل البطولات العالميه حتى واحد ما كتسوق ليه، ما كنشوفوهش. علاش؟ هذه علامه استفهام. علاش واحد الرياضيين اللي مشرف البلاد نبقاو نهتموا بهم، نعطيوهم منحه مزيانه؟ هاد المنحه اللي ياخذ سفيان البقالي راه ماشي كتعطيهش الجامعه، كتعطيها له ياخذها من الاولمبياد. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وخلوا لي الآراء ديالكم حول الموضوع في قناة التعليقات. السلام عليكم.